رغم من كل المميزات الموجوده في الايفون 16 وكل الفيديوهات الموجوده اللي بتتكلم قد ايه كاميرات وقد ايه كل مش عارف ايه، ولكن الفيديو ده هيخليك بجد ترمي الايفون 16 ده في الزباله بالرغم من سعره الباهظ اول ما نزل، ولكن يعني فيه عيوب مش هتعجبك. ومع اني صورت فيديوهات كتير عن الايفون وعن المميزات وعن الكاميرات وعن حاجات كتير قوي، ولكن مش هنزل اي حاجه من الفيديوهات دي غير فيديو العيوب، لان الفيديو ده هيفرق معاك جدا وانت راح تشتري. فخد بالك قبل ما تدفع فلوس دي كلها في موبايل زي ده، ما تتفاجئش من العيوب اللي هتلاقيها عشان بجد هتتصدم. رغم ان الموبايل هنا شاشته كامله، والسنه دي كانت دي نقطه الفاصله ولكن مزعجه جدا. الشاشه هنا كانت بتاخد لمسات غلط كتير بسبب ان انت ماسكه ومفيش حواف، فانت طول الوقت في لمسات من بطن ايدك او من صوابعك غلط، ممكن تجري فيديو، ممكن تعمل حاجات، فدي مشكله. مع العلم ان انا مرتب الفيديو دوت من اقل مشكله ممكن تتغاضى عنها لاعلى مشكله ممكن تخليك ما تستخدمش الجهاز. وللاسف كمان ابل احبطتنا جدا في حوار الابل انتليجنت، كان فيستك ما فيش اي حتى مثلا في الحاجات الاكثر استخداما هي ان انت تعمل ازاله لحاجه في الصور. اي موبايل اندرويد دلوقتي بيعملها احسن بكتير من الايفون. لا لا لا، وحش. حتى النور فصل يعني من كتر ما خلاصا الاي اي هنا لا يعتمد عليه نهائي في الايفون عموما، مش 16 بس. تالت مشكله وهي مربوطه بان انا ما بحبش البرو ماكس، انا ما بمسكش الماكس لان الماكس دايما بحسه كبير قوي، ما بعرفش استخدمه بايد واحده، وانا عاده ببقى عايز استخدمه بايد واحده، ما بعرفش احطه في جيبي لانه كبير. انما البرو هو الحجم المناسب بالنسبه لي. قصاد كده باخد دايما بطاريه اسوء، ولكن في 16 انا كنت مبسوط في الاول الصراحه بالبطاريه لان كنت شايفها كويسه بالنسبه للموبايل برو وبالاداء ده، وان هو موبايل حديث وجامد وفشيخ والكلام ده. ولكن مع الوقت مع التحديثات الاداء بقى في النازل، انا لازم امشي باور بانك طول الوقت، انا ماشي باور بانك. انا عاده في الطبيعي استخدامي كتير، ولكن استخدامي لو بسيط برضه بضطر امشي بباور بانك او ابقى شحنه 100% عشان يقدر يكفيني. البطاريه كانت سيئه بالنسبه لي جدا. انت عارف بقى ايه المشكله الاكبر؟ ان الموبايل هنا بالرغم ان هو ايفون 16 برو احدث موبايل نزل من ابل، ان هو الموبايل بيفريز وبيهنج. بص خلينا متفقين على حاجه، عاده الايفون لما بيبقى بطاريته قليله، جهاز انت بتستعمله كتير وسخن او في جو حر قوي او الكلام ده، طبيعه الامر في اغلب الايفونات ان هو بيهنج او بيقف كده يفريز حاجه بسيطه والكلام. ولكن في احدث ايفون من ابل ال 16 برو هو ستيل بيهنج وبيعمل فريز حتى لو انت ما بتستخدموش، ومش شرط يبقى استخدمته استخدام تقيل، ممكن من لا شيء كده تفتحه تشغله وتفتح الكاميرا بالاخص وتلاقيه عمل فريز. ليه؟ بدون اي سبب. لحظه، ازاي ما يبقى الموبايل بيفريز وبيهنج وان الدنيا بايظه قوي كده في التليفون، ودي رابع حاجه مش خامس حاجه، او دي مش اكبر حاجه، بالك الخامسه دي. هصدمك دلوقتي واقول لك على خامس واصعب حاجه موجوده في الايفون 16 هتخليك مش عارف تتعايش معاه وهتبقى مشكله بالنسبه لك كبيره، وهي احدث حاجه نزلت في الموبايل واللي مميزه جدا وهو الكاميرا كنترول. صراحه سيء. ابل لسه محتاجه تطور الزرار ده وتشتغل عليه. هقول لك على حاجه، انت اول ما تشتري الايفون 16 السلسله كلها عامه اول يوم او اتنين بالظبط هتستخدمه، وبعد كده مش هتستخدمه تاني اصلا. الزرار بطيء في فتح الكاميرا، مش سموز، مش بتدوس فجاه الكاميرا تفتح، لا بيقعد كتير. انت ممكن تفتحها انت اسرع من ان انت تدوس على الزرار عشان يفتح. ثانيا لو دوست عليه ولمسته بالغلط وانت مثلا بتسجل فيديو، الفيديو هيقف وانت لو مش مركز خلاص كده الفيديو راح. وده حصلت معايا كذا مره، خصوصا ان انا بمشي عاده من غير جراب، طبيعي طول الوقت بلمس الزرار ده. فيديوهات كتير كنت بصورها وحاطط في دماغي ان انا بصور دلوقتي، واكتشف ان انا ما كانتش بتتصور بسبب ان انا دوست على الزرار بالغلط. حتى لو ماسك جراب ساعات بدوس عليه برده بالغلط وبياخد نغرات غلط. تالت حاجه ان انا مخلي الزرار ده يتحكم في الزوم، فغصب عني برده لما باجي المسه غلط حتى لو ما دوستش عليه ووقفت الفيديو لا قدر الله بيعمل زوم او بيرجع بالزوم، وانا مش عايز اعمل كده. خامس مشكله في الكاميرا كنترول وهو الستاند، زي ما انت شايف دلوقتي كده مركبه على ستاند، لما تيجي تبص هتلاقي ان مفيش مساحه، دايما يا اما لامس زرار الكاميرا كنترول يا اما زرار الباور، يا اما لو زقيته شويه هو اوريدي لامس الزراير برضه. مش عايز افاجئك برضه واقول لك ان بالرغم من كل المشاكل وان الفيديو كله عن المشاكل وان انا مش قادر فعلا استحمل الموبايل، بس بالرغم من كده برضه انا مش قادر استغنى عن الموبايل ده ومش لاقي اللي بيقدمه لي في موبايلات تانية.